تعالي اقولك ان انتي ببواقي كيك ممكن تعملي حلا بسيط وسهل جدا، ولو جايلك ضيوف اقل من ساعتين هيكون جاهز، وحاجه كده ترطب علينا في الحر وتشرفك قدام ضيوفك. حاجه حلوه جدا ومش هتصدقي انها معموله من بواقي كيك. انا هنا هنسمي بسم الله وهنصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام، وهنبتدي نجيب صينيه اللي هي بتتفتح من الجنب ديت، بس لازم نغلفها باسترتش راب، وممكن كمان نحط ورق فويل عشان خاطر ما تسربش. وهجيب اي بواقي كيك عندي مثلا الولاد مش عايزين ياكلوه، او لو انت جايلك ضيوف على غفله ومش قادره تعملي كيك، فانت ممكن تشتري كيك جاهز، او لو عندك بواقي كيك فانت تقطعيه كده وترصيه. انا كان عندي باقي كيك شوكولاته بفانيليا، فحطيتها كده في الارضيه، وممكن انت تحطي القطع الكيك بطريقه عشوائيه، مفيش منها اي مشكله، او تحطيها كطبقه من تحت كده وترصيها. وهركنها على جنب، وهجيب لتر من الحليب من مش من السوبر ماركت، يعني اللي هو كامل الدسم، تمام، يعني بخيره كده، يعني اللي هو بالقشطه بتاع البلدي بتاعنا. هنجيب الحليب ونحط عليه 2 ظرف من الكريم كراميل، وهبتدي ان انا اقلبه، وهو مش محتاج سكر، هو السكر بتاعه مظبوط جدا. وهبتدي ان انا احطه على النار لحد لما يغلي معايا. اول ما يغلي معايا كده هبتدي ان انا احط فوق الكيك. ما تقلقيش خالص، الكيك هتشرب جزء منه، والباقي هي هتبقى موجود في الصينية، ما تقلقيش خالص. لو انت عايزة مثلا تخليها كيلو ونص من الحليب مفيش اي مشكلة. اللي توقعته لقيته بالظبط ان هي ابتدت تسرب بس بسيط. لو ما كنتش انا قفلتها بالاسترتش راب كان زمانها فضت كل السوائل دي كلها بره. تمام. الصينيه دي مقاسها 26، لو انت حابه ان انت تعمليها في مقاس 24 هتبقى حلوه جدا. عايزه في مقاس 26 وتضاعفي مثلا الكميه، او تعملي كميه ونص، اللي هو هتبقى لتر ونص من الحليب على 3 بواكي من الكريم كراميل، هتبقى حلوه جدا. بس انا بالنسبه لي هي كده جميله. فكيتها كده و من الجناب، وطلعت معانا حلوه بالشكل ده. طبعا بحط بقى الصوص الكراميل اللي هو بيجي مع الكريم كراميل، فبيديها شكل حلو، وكمان بيديها طعم كأنك كده بتاكلي عارفين قدرة قادر كده، اللي هي الكيك بالكريم كراميل. هي حلوة قوي وجميلة جدا، وبتتقدم طبعا باردة، بتتحط في التلاجة لمدة ساعتين وتبقى جهزت معانا، لان الكريم كراميل بيتماسك بسرعه. وزي ما انتم شايفين بالذات كمان كيك الشوكولاته مدي عامل ماربل كده، يعني جزء بالفانيليا وجزء بالشوكولاته، فشكلها حلو جدا جدا، وطعمها مش قادره اوصف لك على حلاوتها. حلوه جدا، ومن بواقي كيك عندي في التلاجة ابتديت نعمل منها حلو حلو وجميل كده. يلا بقى، لو وصلت لحد هنا بتتفرجي على الفيديو، اتمنى منك تبخليش عليا وتعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم، طبعا على صفحتي مطبخ ملك، وتقولي لي بتتابعيني من انهي بلد، وتقولي لي رايك في التعليقات على الوصفه ديت. ولو انت اول مره تدخلي وتقيمي المحتوى، اتمنى منك ان انت تدخلي الصفحه بتاعتي وتقيمي المحتوى، ولو عجبك اي فيديو شير لكل اصحابك.